هذا جنون يا برشلونة. الماضي لك والحاضر لك وبكرة لك يا برصة. غاب ولكن الغياب لن يطول. ليفا من الكامب نو يقول البارسا هذه الليغا. التي لا تزاحمها أي قمة. هنا المباراة التي لا تفقد أبدا قيمتها، وهنا الموعد الذي من أجله تلغى كل المواعيد. هنا معركة برشلونة أمام ريال ضاغطا منذ البداية من خلال أولى الكرات عن طريق كريم بنزيما والتسديدة، لكن حارس المرمى مارك تير شتيجن يتصدى منذ فترة قصيرة. هنا ليفا والتصويب الله على الكرة، تسديدة خطيرة كانت في اللقطة الماضية. هنا لدينا الكرة في وقت الحديث عن الرغبات وفي وقت الحديث عن الأمنيات. وما زالت روبرتو التصويب الله 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 الله. وهنا الضغط يظهر من البارسا منذ بداية هذا اللقاء. نعم هذا الضغط في هذا الموسم. كرة مقبولة رافينيا جول جول جول. ما زال عندك كرة من الطرف الأيسر فيني والعرضية جول جول جول. فعلها فيني حتى ولو كانت بالخطأ من جانب أراوخو. نعم هذه الثنائية التنافسية التي تتجدد تسفر عن هدف أول لفريق ريال مدريد. أراوخو بالخطأ بعد عرضية فينيسيوس. رافينيا والعرضية ترسل عالية رأسية جول. كادت من جانب كريستنسن في اللقطة الماضية. البارسا كاد أن يعود عن طريق فينيسيوس يتقدم مرة الله الله خلال الكرة من ركلة ركنية تنفذ في كرة خطيرة تأتي، ولكن كريستنسن هذه المرة كرة سهلة عند حارس المرمى الحارس تيبو كورتو. رافينيا رافينيا الله على كرة، لكن هناك تيبو رافينيا أراد أن يسجل بذكريات الكلاسيكو الودي. هناك في تصويبة رافينيا ما زالت سيرجي روبرتو جول جول جول. البارسا لا يموت وهو النبيل يريد أن يبقى في الحياة. وهنا لدينا سيرجي روبرتو هو من سجل، روبرتو هو من عادل، روبرتو هو من أعاد البارسا إلى نتيجتها غنيقة. ريال مدريد هدف في شوط أول ينتهي، كان مثيرا في معظم فتراته. وبداية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء الكلاسيكو هنا في ملعب الكامب نو. انتهى الشوط الأول بتعادل هدف لكل فريق. ريال مدريد وعرضية فالفيردي الله ولا باتجاه روبرتو والعرضية في الوصول. ليفا عنده كرة، ليفا في تسديد كاد أن يفعلها ليفا إلى بوسكاس. عرضية ليفا أراد أن يسجل هدفا لا ينسى. رافينيا تمرير سيرجي ممتازة تصويب، لكن هناك تيبو، لكن هناك ديونغ وتمريرة ممتازة. ليفا دوني كارفاخال عرضية جول، هي جول لا يمكن أن تنسى. رافينيا يغادر أرضية الميدان. ريال مدريد إذا يتقدم في النتيجة. يلغى الهدف لأسينسيو، يلغى الهدف. ليفا في التقدم، ليفا بالكعب مثالية خيالية رائعة، عرضية خطيرة الله. من الكامب نو يقول البارسا هذه الليغا لي ولن تكون إلا لي. برشلونة يسجل ثاني
برشلونة. نحن وإياكم على موعد مع ليلة كروية كبيرة للغاية نتوقعها في هذه الأمسية بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسبانية، والتي يعتبر برشلونة النادي الأكثر تتويجا به حول العالم. وهذا ما يفسر عدد كبير من القنوات الناقلة لأحداث هذه المباراة، والذي يمكن أن نشاهد أو تشاهد طويلة داخل منطقة الجزاء وفرصة لكنها مرت أمام عدم ليفاندوفسكي بتسديدة وكرة وفرصة. يا إلهي غير معقول يا برشلونة، يا الله كم كانت جميل. الكرة العرضية خطيرة بالراس، يا الله جميلة من مندي، حلوة لكريم، كريم مرة ما تير شتيجن تغطية فيها تسلل. نعم كان في شك بصراحة وجود تسلل على كريم في اللقطة الماضية. لمسة مودريتش وجافي 1-0 يا برشا. جافي الحلم، جافي يا جافي 1-0 لبرشلونة. الله يا بلوغرانا، هدف أول لبرشلونة بروعة كبيرة يا جافي، روعة يا جافي، لقطة في منتهى الروعة يا جافي. جافي الحلم في المباراة النهائية يلمع. الثاني للبارسا بتمريرة بكرة بروعة، الله يا بلوغرانا. الثاني لبرشلونة، روعة 3-0 للبارسا يا جافي. ديونج يا جماعة، ديونج أي لمسة، أي لعبة، أي تمريرة، الساحر ديونج جانب حكم المباراة. لمسة أمامية ومحاولة بانطلاق رائعة من جانب بالديمار. ديمبلي على اليمين، تمريرة لديمبلي، جافي في الجهة اليسرى محاولة بكرة. هذا جنون يا برشلونة، الماضي لك والحاضر لك وبكرة لك يا برصة. الله الروعة يا جافي يا بدري يا ليفا، يا جافي يا بدري يا ليفا، يا برصة ابن لاماسيا يحاول إعادة ذلك البرصة الممتع. الكرة الإيطالية رودريجو حلوة جميلة، تير شتيجن عملاق في هذه اللقطة، جميلة لريال مدريد لكن تير شتيجن يتصدى. كانت من رودري في آخر لحظة، في آخر تسديدة، وكرة من كريم. هدف جاء متأخر للغاية من جانب ريال مدريد عن طريق كريم بنزيما في آخر لحظة من أحداث هذه المباراة النهائية. ليس إلا رقم يسجل لكريم. برشلونة بطل لكأس السوبر الإسباني من أرض الرياض على استاد الملك فهد الدولي على حساب ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي. ألف لجماهير برشلونة، العودة للأمجاد والألقاب والفرح. هاردك يا صالي ريال مدريد. برشلونة الليلة يصلون إلى البطولة الرابعة. على ريال سوسيداد في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الإسباني اللا ليغا، التي انطلقت معها الآمال الكبيرة جدا فيما يخص اللاعب أليكس بالدي الظهير الأيسر في تشكيلة البارسا، يتقدم ويدخل إلى منطقة الجزاء. غاب ولكن الغياب لن يطول. ليفا يسجل أول الأهداف ويضع البصمة الأولى ويبعث بالإنذار الأول، وكرة في شباك الخصوم للقادم أكبر. محاولة أمامية ألكسندر إيساك من أجل التعديل. لا 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 لا. السويدي يرد على البولندي ويسجل التعديل. نسخة
المباراتين. كرة محاولة على مشارف المنطقة، لا تسديدة من فيران توريس لكن إلى خارج أرضية الملعب. وتأمين المرمى، تأمين المرمى مرت عن طريق تاكي كوبو، يسدد بالقدم اليسرى لكن جدا المحاولة ملعوبة والتسديدة تأتي خطيرة جدا من دافيد سيلفا، مثالية جدا. جابي طالت على اليمنى إلى فرانكي، عرضية داخل المنطقة راسية من روبرت لكن في إحضان حارس المرمى أو هذا كريستنسن. نلتقي بحول الله مع بداية أحداث شوط المباراة. قنوات BN سبورتس في كل مكان، مرحبا بكم. وعودة مستمرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، خطيرة لا 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 يأتي التقدم لكن الراية موجودة. بارسا فوتي لا 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 أليكس ريميرو يتصدى لمحاولة بطولة الدوري. هذا أنسو فاتي، يا سلام بالكعب إلى عثمان ديابلي يسدد ويسجل وبالكعب وبطريقة في غاية الروعة، وصلت عن طريق فاتي، يعود من جديد، فغاب الإبداع، عاد ليرسم المتعة والإمتاع، يسجل أنسو وبأقدام ديابلي. وقائمة وصلت إلى بيدري أمامية داخل المنطقة. ولا تصل إلى ليفاندوفسكي، إلى أنسو فاتي الرابع. ليفاندوفسكي يرد الجميل ويصنع كرة في غاية الروعة لأنسو فاتي الذي يسجل الهدف الرابع للبارسا. رباعية في شوط ثاني تغيرت فيه الكثير من المحلية. بعدها حكم المواجهة خوزيه لويس مونتيرو يعني نهاية أحداث هذا اللقاء بانتصار كبير لبرشلونة خارج الديار على حساب سوسيداد.